من أغرب الحقائق المدهشة عن الفراعنة، الملك بيبي الثاني أو نفركارع علشان يمنع الذباب إنه يقف على جسده أو يضايقه، اتعود إنه يصطحب معاه مجموعة من العبيد العرايا واللي كان بيتم دهان أجسادهم بالكامل بالعسل. على الرغم من اكتشاف المضادات الحيوية تم إلى حد ما منذ وقت قريب، إلا إن المصريين القدماء اعتادوا على معالجة العدوى باستخدام الخبز العفن، وده لأن الخبز العفن بينمو عليه فطر البنسليوم واللي بيستخلص منه البنسلين، واللي بيعد من أشهر المضادات الحيوية في الوقت الحالي. كتير من القصص بتروى عن ان المسؤول عن تدمير انف تمثال ابو الهول هو نابليون بونابرت اثناء الحملة الفرنسية على مصر، الا انه تم العثور على رسومات لابو الهول قبل مجيء الحملة الفرنسية بحوالي 60 سنة، ومع ذلك انف ابو الهول ما ظهرتش برضه في الرسومات دي. لكن في الواقع الشخص المسؤول عن تدمير انف ابو الهول هو رجل يسمى صائم الظهر، واللي تم اعدامه سنة 1378 بتهمة تخريب الملكية العامة. المصريين القدماء كانوا بيعتقدوا بأن الأرض أسطوانية الشكل، بمعنى أن بعض أجزائها دائرية والبعض الآخر مسطحة، وبأن نهر النيل بيسري في مركزها. أول هرم تم بناؤه هو هرم زوسر المدرج بسقارة، كان محاط بحائط طوله 34 قدم، واحتوى الحائط على 15 باب، ولكن باب واحد بس اللي كان قابل للفتح. الهرم الأكبر خوفو استغرق بناؤه حوالي 23 سنة، وعلى عكس الاعتقاد الشائع اللي بيقول إن العمال اللي استخدموا لبناء الهرم الأكبر كانوا عبارة عن 100,000 من الرقيق، الاعتقاد ده أحب أقولك إنه غلط ومش صحيح خالص. أحدث الأدلة أثبتت إن بناة الأهرام كانوا عبارة عن 10,000 من العمال المصريين المهرة اللي كان بيتم الاهتمام بيهم من كافة النواحي المالية والطبية، واللي كان بيطلق عليهم ألقاب تشريفية باعتبارهم أصدقاء الملك خوفو. في وقت تحنيط الجثث كان بيتم تفريغ الجسد من كافة الأعضاء ابتداء من المخ حتى الأمعاء، ووضع كل عضو من الأعضاء دي في إناء مخصص، لكن العضو الوحيد اللي كان مش بيتم إخراجه هو القلب، وده لاعتقاد المصريين القدماء بأن القلب هو موطن الروح، فكانوا بيتركوه في الجسد للبعث على حسب اعتقادهم طبعا. الفرعون ما كانش مسموح له انه يظهر شعره، علشان كده كان بيضع تاج او يلبس رداء للرأس زي الرداء اللي كان بيرتديه توت عنخ آمون اللي ظاهر في تمثاله الشهير. المرأة في مصر القديمة تمتعت بالمساواة القانونية والاقتصادية زي الراجل، لكنها لم تتمتع بنفس القدر من المساواة الاجتماعية. ده كان ملخص وتكملة للحقائق الغريبة عن الفراعنة. لو حابين نكمل السلسلة دي ياريت تقولولي في الكومنتات، وياريت توصلوا الفيديو ل10,000 لايك، وياريت اللي مش مشترك في القناة يشترك، لأن عندي معلومة إن أغلب الناس اللي تتفرج على الفيديوهات مش مشتركين في القناة، فحبيت أفكركم. كان معاكم أحمد صقر، شكرا ليكم.